مساء الخير والعافية على كل متابعي قناة مطبخ مجنات. اليوم راح أسوي أنا وياكم طريقة عمل خلية النحل بالحليب بعجينة هشة وقطنية وكلش طيبة. راح نحتاجها لأولادنا بالمدارس وجبة فطور، ونحتاجها بكل وقت. شوفوها شلون طبعا طعمها وريحتها، ريحة الحليب كلش طيب، وشوفوا شلون هشة وعجينة قطنية، وراح تنجح وياكم من أول مرة. يلا وياي خلينا نشوف المقادير وطريقة العمل. بالبداية هنا أنا عندي كوب مي دافي، راح أضيف عليه 3 ملاعق مملوءة بشكل هرمي من الحليب الباودر، وإذا ما متوفر عندكم الحليب السائل ما يحتاج تخلون حليب باودر ومي، رأسا تضيفون كوب واحد من الحليب الدافي. هنا أنا بما أنه هو باودر راح أخلطه خلطة بسيطة حتى يصير كله سائل، وبعدين راح أضيف ملعقتين طعام مملوءة من الحليب المكثف، وأخلط كل زين حتى الحليب المكثف كله يذوب. واللي وصل وياي لهنا بنات لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس والتعليقات الحلوة اللي تشجعني أنزل فيديوهات أكثر وأكثر. هنا أنا راح أضيف ملعقة طعام خميرة، مثل ما قلت لكم أهم شي يكون الحليب دافي. هاي هنا أنا ملعقة طعام الخميرة ضفتها، وبعدين راح أضيف ملعقتين طعام من السكر، ملعقتين كلش كافيين. أنا ضفت حليب مكثف يكون أيضا حلو، وراح أضيف بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وضفت نص كيس من الفانيلا، وراح أخلط البيض والحليب كله إلى أن يصير سائل، وأبدي أضيف الطحين بالتدريج. هنا أنا ضفت الكوب الأول، وراح أبدي أخلط بملعقة خشبية، وراح أضيف الكوب الثاني وأيضا أخلط بالملعقة الخشبية إلى أن أضيف نص كوب، صار عندي كوبين ونص. راح أبدي أعجن كل الزين، راح أشيل الملعقة الخشبية وأعجن بإيدي، والعجينة تصير من نوع تلتصق بالإيد. بالأخير راح أضيف 50 غرام من الزبد القالب الصغير بدرجة يكون حرارة الغرفة، وأعجنها كل زين، وبعدين أتركها إلى أن تختمر. وهنا أنا بعد مرور نص ساعة ارتفعت عندي العجينة واختمرت وصارت عندي جاهزة للتشكيل. راح أخلي على سطح العمل رشة بسيطة من الطحين، لأن مثل ما قلت لكم العجينة دا تشوفوها طرية كلش، وأبدي أسويها على شكل اسطواني، وآخذ منها قطع صغيرة وراح أكورها. ومن بعد ما كورتها راح أخليها بالصينية اللي أنا متوفرة عندي، وراح أغطيها وأتركها أيضا فترة إلى أن تبدي شوية ترتفع، وهنا أنا كبر حجمها وتضاعف. هنا أنا قبل ما أخليها بالفرن راح أخذ ملعقة واحدة من الزبد، وراح أخلي عليها ملعقة واحدة من الحليب المكثف، وراح أدهنها كليتها، راح تنطيها طعم كلش طيب ولون بعد أحلى. هنا أنا خليتها بفرن محمي مسبق على درجة حرارة 180، 12 دقيقة من الأسفل و5 دقائق من الأعلى، وهذا يكون شكلها من بعد ما طلعتها من الفرن. ما أحكي لكم على الريحة، ريحة الحليب ترست البيت وريحة الفانيلا، وطعمها طلع كلش طيب، وأنا متأكدة راح يحبوها الصغار والكبار. وهسه وصلت لنهاية الفيديو، إن شاء الله عجبكم، والتقيكم بفيديو جديد ووصفة جديدة، وأترككم في أمان الله.